ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكة سام. طبعا زي ما اتفقنا دايما انت دخلت المملكة بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا احنا في اجازة نص السنة، الولاد عايزين يخرجوا، كنت انا في اسكندرية بالولاد فقالوا نروح سان ستيفانو او نروح جرين بلازا. طبعا الستات قالت هي هنعمل شوبينج. احنا في الفترة دي او المرحلة اللي احنا فيها كلنا ما نقدرش نعمل شوبينج، احنا كبرنا نعمل شوفينج، ان احنا نبص على الحاجة بس مش اكتر من كده. طب نسكت؟ لا ما نسكتش. طبعا عبقريه وعقليه المصري لازم تطلع في الوقت ده. قلنا نطلع بقى على ارخص مكان موجود تقدر تتفسح فيه في اسكندريه، هو المرسى ابو العباس. خدنا الولاد وركبنا بقى يا باشا وتوكلنا على الله ورحنا المرسى ابو العباس. وتعالى بقى اوريك اللي ممكن هتلاقيه في جرين بلازا واللي هتلاقيه في سان ستيفانو، بس باسعار تناسب الايام اللي ما يعلم بها الا ربنا، اللي كلنا هناكل فيها رجول فراخ والكبد والقوانص مش لاقيينها. مش عارف الكيلو بكام بس مش مشكله. نخش بقى على الالعاب اللي موجوده. هتلاقي بقى يا باشا الالعاب اللي هي التقليديه، المراجيح والكلام من ده. هقول لك على سعر كل لعبه وهتتبسط انت واولادك والله العظيم. بص هي الحكايه كلها 10 جنيه هتشهيصك، 10 جنيه واحده هتشهيصك. ازاي؟ هقول لك. معرف. هي الفكره كلها ان انت هتستمتع انت واولادك باسعار رخيصه جدا والعاب جميله جدا موجوده، وهيستمتعوا وهيتبسطوا وهيرجعوا البيت مبسوطين و100 فل و14 يا باشا. ولا تقول لي بقى دريم بارك ولا اكوا بارك ولا الكلام الفاضي ده كله اللي هتدفع فيه شيء وشويات في الايام اللي ما يعلم بها الا ربنا. خش بقى معايا يا باشا، الالعاب موجوده قدامك. اغلى لعبه موجوده هتلاقيها ب 15 جنيه. في لعب بقى بتبدا من 2 جنيه و3 جنيه و5 جنيه. انا عن نفسي ركبت ولادي العاب يعني من 5 ل 10 جنيه. اللعبه دي كان نفسي اعرف الواد اللي جوه البيضه ده بيضحك على ايه. انا كان نفسي افهم الواد ده بيضحك على ايه. الواد ده شغال ضحك وخلاص. ايه اللي شايفه في النضاره انا مش عارف، بس هو بيضحك وخلاص ومبسوط. شايفين انبساط العيال اهو، مش غلو المكان هو اللي هيبسط. ممكن بحاجات بسيطه جدا تبسط ولادك وممكن تبسط عيلتك وممكن تبسط نفسك انت كمان. اللعبه دي حرفيا انا فعلا ما فكرتش ان انا اجربها، لان دي عايزه واحد ما اكلش لمده 9 ايام. يعني اللعبه دي عايزه اللعبه على معده فاضيه من الاخر. لعبه كده توديك ورا الشمس. انا حبيت بس ان انا اتفرج عليها واوريها لكم شويه العاب كده اللي هي الطاحونه دي. انا مش فاهم اللعبه دي بيستفادوا منها ايه غير ان هم ينزلوا يرجعوا بعد كده. فعلا اللعبه دي بقى اللي هي الديسكفري اللي موجوده بقى هتلاقيها في اي مكان بقى ب 50 جنيه وب 60 جنيه في الاماكن اللي هي الكلام من ده و100 جنيه. هي ب 10 جنيه الديسكفري ب 10 جنيه، وتفضل عيالك يتمخمضوا رايحين جايين رايحين جايين لغايه ما يبان لهم اصحاب ولا شاغل دماغك بحاجه. وعن الامان، لا الامان موجود يا باشا، وفي حزمه امان وفي زي الفل. هو اي نعم كان الواد نسي الاول حزام الامان لبنتي انه يركبه، بس انا فكرت وقلت له الحق حزام الامان ما ركبش. قال لي ما تقلقش يا باشا كله تحت السيطره وكله في الاوبشن، يعني كله ما تفهمش انت بتتعامل مع مين، بس في لهجات غريبه وفي كلام غريب انت هتسمعه مالكش دعوه بيه. المهم انك تتبسط انت وعيالك. المرجحه هي شغاله ديسكفري اي نعم هو ما بيطيرش لفوق قوي بس ديسكفري. مرجيحه العيال بتتشقلط. ايه اللي هيتعبنا؟ اتفرجوا وشوفوا المناظر عامله ازاي يا جماعه. والله مناظر تفرح، مناظر تشرح القلب. انت هتتبسط ولادك هيتبسطوا، ومراجيح وطيارات واللعبه بتاعت زمان ديت اللي كنا بنلعبها. اسيبكم تتفرجوا.
ودي الرحلة اللي قضيناها في المرسى أبو العباس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب وتفعل زر الجرس. وزي ما قلت لك انت دخلت المملكة بمزاجك برضه هتخرج منها بمزاجك. اسعار بسيطة، اسعار رخيصة. خد ولادك وطير على المرسى أبو العباس. كل سنة وانتم طيبين. سلام.